إلى ملف المجتمع لليلة، أصدر شباب جيل زد في المغرب بيانا أعلنوا فيه وقف حركة الاحتجاجات مؤقتا حتى يوم الخميس، وذلك بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس وفقا للبيان. من جانبه قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد إنه طلب لقاء عدد من شباب جيل زد لمناقشة مطالبهم، لكنه لم يتلقى أي رد. بعد احتجاجات شهدتها مدن مغربية عدة عاد الهدوء إلى الشوارع، لكن خلف هذا الهدوء تتواصل النقاشات حول أسباب الحراك ومآلاته بين دعوات الحوار ومطالب باستقالة الحكومة. نتابع. بعد أسبوع من المظاهرات التي عرفت مشاركة واسعة من الشباب، تبدو الرباط اليوم هادئة، لكن الاحتقان ما زال مستمرا في أوساط الشباب الذين خرجوا للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد. الوضع مستمر، الاحتقان مستمر، الاحتجاجات مستمرة، فقط الشباب يرفض أشكال ديال العنف، وهذا ما يشير إلى نوع من أنواع ديال الهدوء. الشباب المغربي يرفض أي نوع من أنواع الحوار مع الحكومة لفقدانه الثقة، وهو عبر عن هذا الأمر في أكثر من مرة أنه فقد الثقة في هذه الحكومة ويراها حكومة فاقدة لشرعيتها. في تفاعلها أكدت الحكومة أنها تتفهم المطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون، وأعلنت استعدادها للحوار مع ممثلي الشباب في إطار ما وصفته بالمسؤولية واحترام المؤسسات. يمكن إشكال حقيقي كيف نوازي ما بين هذه التعبيرات وما بين الديمقراطية التمثيلية التي ينبغي أن تقوم بأدوارها. نحن منفتحون على هؤلاء الشباب، فليأتوا إلى البنيات والمؤسسات السياسية وليمارسوا أدوارهم وليقوموا بالانخراط والترافع على قضاياهم. وأعلنت الحركة وقف مظاهراتها مؤقتا حتى الخميس وسط حالة من الترقب لخطاب الملك في افتتاح البرلمان الجمعة المقبل. يستعيد الشارع المغربي هدوءه تدريجيا، لكن رسائل الاحتجاج ما زالت تتردد في النقاش العام. وبين استعداد الحكومة للحوار وتمسك الشباب بمطالبهم، يظل الرهان الأكبر هو استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. أنس عياش، الشرق، الرباط.